ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. قبل ما ابدا كلامي النهارده حابه ان انا احكي لكم قصه صغيره كده عن ولد اسمه ويليام. ده كان شخص من عيله غنيه، بس للاسف هو كان بيعاني من مشاكل صحيه كتيره، زي ان هو كان عنده مشاكل في عينه لدرجه ان هو للاسف جه عليه وقت كبير ما قدرش ان هو يشوف بعينيه ولا قدر يتعامل طبيعي، وكان عنده شبه عمى. وكمان جاله مرض في معدته ومرض في ظهره خلاه يفضل قاعد على السرير فترة طويلة جدا من حياته. بس للأسف باباه كان دايما بيقعد يأنبه ويحسسه ان هو فاشل، لان هو مش نافع في اي حاجة. وحتى كمان باباه خلاه يدخل كلية الطب، بس برضه هو خرج منها لان هو مش عارف يتأقلم فيها. هو مش حاببها ومش عارف يتعامل معاها. ويليام ده وصل لمرحلة في حياته لاكتئاب شديد جدا، لان هو حاسس ان هو فاشل، وان هو مهما بيحاول مش عارف، وعمال يقول ان دي مشاكل صحية ودي انا مش في ايدي ان انا اتحكم فيها. وفي ليلة قرر ان هو ينتحر، بس قبل ما ينتحر قال انا هدي لنفسي فرصة 365 يوم، يعني سنة كاملة. انا هحاول فيها بكل طاقتي ومش هرمي اي حاجة، ولا على الظروف ولا على المشاكل الصحية اللي عندي ولا على اي حاجة خارجية، بل بالعكس انا هتحمل مسؤولية كل حاجة انا بمر بيها. عارفين بعد ال 365 يوم ويليام ده بقى مين؟ بقى ويليام جيمس، اللي هو من أكبر علماء النفس في أمريكا، لدرجة إن هم أطلقوا عليه أب علم النفس في أمريكا، وأسس حياة وأسرة وبقى عنده زوجة وأطفال وحياته بقت طبيعية جدا. اللي أنا عايزة أقوله إن إحنا فعلا في حاجات في حياتنا ساعات مش بنبقى مسؤولين عن إن هي بتحصل لنا، ممكن تكون خارجية مش عارفين نتحكم فيها. بس سواء احنا قادرين نتحكم او مش قادرين نتحكم، فهي حياتنا، احنا نقدر ان احنا نتخطى اللي احنا فيه ده، ونقدر ان احنا نبني حياة مختلفة بطريقة مختلفة. انا عارفة ان احنا اوقات كتير جدا بنعافر وبنحاول في حاجات، بس بتقف مرة واتنين وتلاتة ونقول لنفسنا احنا فعلا مش عارفين. بس تخيل كده لو انت عملت زي ما هو عمل، ان انت اخدت مسؤولية كل حاجة حواليك، سواء انت متحكم فيها او مش متحكم فيها. صدقني ساعتها انت هتلاقي نتائج مبهرة جدا، وهتتفاجئ من ان انت عملت حاجات كنت متخيل ان انت عمرك ما هتعرف تعملها. اصل برضو دي حياتك مش حياة حد تاني، محدش هيجي يقولك قوم وعافر وحاول مرة واتنين وتلاتة. انا عارفة ان احنا بيجي علينا اوقات بنحس ان احنا مش قادرين، وان احنا حاولنا اكتر من مرة وخلاص فشلنا، وان احنا عايزين نقف مش عايزين نعمل اي حاجة. بس معلش قوم تاني ودوس على نفسك مرة تانية، لان انت الوحيد اللي هتقدر تقوم نفسك من تاني. مهما الناس اللي حواليك حاولوا يساعدوك، لو انت من جواك مش عايز تقوم وتساعد نفسك مرة كمان، صدقني مش هتقدر توصل لأي مكان. ومهما قعدت تقول اصل الدنيا والظروف، وانا عارفة فعلا ان اوقات في حاجات ما بنبقاش متحكمين فيها، بس طب وبعدين؟ طب بعد ما انا قلت الدنيا والظروف، ما هي حياتي هي اللي عمالة تمر، حياتي هي اللي بتعدي وانا مش مبسوطة ومش مرتاحة فيها ومش محققة فيها اي حاجة. خليك واثق ومتأكد مادام انت عندك ثقة في نفسك ان انت هتقدر توصل لحاجة، وان انت فعلا بتسعى لها بكل الجهد اللي فيك، وفي نفس الوقت انت مش عايز ترمي الحجج على الظروف والدنيا والمواقف اللي انت مريت بيها. صدقني ساعتها انت هتوصل لحياة مختلفة جدا اللي انت نفسك توصل لها. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.